هذا الكحيلة مثل عنزة البدوني، والقصيدة طويلة سنرويها في نهاية الحلقة. انشوا وجهكم، حياكم الله متابعينا الكرام. قد لا يختلف كثيرا حكايات القدماء مثل الزير سالم وأبو زيد الهلالي، وفي عصرنا الحالي ليس العصر الحالي الذي نعيشه، ولكن هو عصر الأجداد. نتحدث اليوم عن قصة عبد الكريم الجربة ابن صفوق الملقب بالمحزم. وعبد الكريم الجربة هو أبو كوذة، وهو من زعماء وشيوخ شمر. ولد هذا الشخص عام 1835، وبعد وفاة والده صفوق عام 1847 استلمه زمام أمور القبيلة، وكان من أشد الفرسان ومن أكثر الشخصيات التي حاربت الاستعمار العثماني آنذاك. وفي إحدى زيارات والي بغداد الحاكم العثماني إلى ديار الجربة شاهد فرس عبد الكريم الجربة، وكانت تدعى الكحيلة، ولم يقم بطلب الفرس من عبد الكريم الجربة. وعندما ذهب إلى بغداد أرسل أحد رجاله ويدعى البيه، وذلك لطلب شراء الكحيلة، فرفض عبد الكريم الجربة وقال: لو طلبت مني الفرس آنذاك عندما كان متواجد لقدمت للوالي كهدية، لأنني لا أستطيع أن أرفض الطلب، ولكنني لا أبيع هذه الفرس. وانزعج البيه من هذا الرد، وقرر أخذ الفرس بالغصب. فرد عليه عبد الكريم الجربة بقصيدة قال فيها: أرسلت لي يا بيه خط يروعي، تطلب عذاب ملاويات الصروع، يا بيه ما هي قمر بالصحوني. هذا الكحيلة مثل عنزة البدوني، والقصيدة طويلة سنرويها في نهاية الحلقة. بعد أن شاهد هذا الوالي زعامة هذا الرجل وأنفة هذا الرجل، قرر القضاء على هذه الشخصيات، لأنهم يحاربون الشخصيات العربية آنذاك، الشخصيات التي تكون مؤثرة في المجتمع. فعمل كمين لعبد الكريم الجربة في إحدى الولائم، وتم تطويق مكان الوليمة، وحارب عبد الكريم الجربة وجرح في تلك المعركة، ونقل أسيرا إلى بغداد. وفي عام 1871 تم إعدام هذا المجاهد علنا، لتنتهي حياته بالشنق في بغداد، ودفن في مدينة الموصل، وكان من أبرز شخصيات العرب آنذاك. وتنتهي قصة هذا الرجل بهذه الدقائق القليلة، ونترككم مع قصيدة الشيخ عبد الكريم الجربة كاملة. حياكم الله وبياكم. أرسلت لي يا بيه خط يروعي، تطلب عذاب ملاوية الصروعي، أبي لي من حظ بن الجموعي، أثني عليها مع جموع الطنايا. يا بيه ما هي قمر بصحوني، هذه الكحيلة مثل عنزة بدوني، أبي لجولة بتينتخوني، في ساعة حامت طيور المنايا. البيع والله ما أبيع الكحيلة، إلا ولا أصخي بها ربع ليلة، أبي لي ما سند ومع طويلة، أثني عليها عن تال الرذايا. ما همني البيه هو شريفي، حنا من الزحت العدو الحفيفي، بالغصب ما نعطي عدال الرغيفي، وعند الرضا نعطي كبار العطايا.